لا بأمانة سعود لا زال مرتبط بعقد مع نادي الاتحاد، تقول لي سوى مخالصة لكن أتصور هو لا زال يشارك مع نادي الاتحاد. بالنسبة لأمر اتصال أو تواصل هذا أمر يخص الكابتن سامي فيما بينه وبين سعود. أتصور التواصل متواصل بين اللاعبين، سامي كان زميل لسعود في منتخب وقت سابق، ممكن يكون هناك حديث ودي، ممكن يكون، لكن أنا ما لا أنفي ولا أؤكد لأن بأمانة هذا شيء خاص بالكابتن سامي. أجل ما دام انك كذا اجل الامور في طريقها الانتقال والتوقيع. عموما في موضوع يعني الشبابيين نفوا موضوع حسن معاذ اكثر من مره، نفوا موضوع انه يوسف السالم الموجود في قائمتكم اليوم سيكون بنظام الاعاره للفريق الشبابي، ايضا سلطان البيشي هم ينفون، لكنكم انتم ظليتوا يعني ساكتين ومخلين الاعلام يشتغل شغله وبسلامتهم. الاكيد اليوم هل من الممكن ان يكون هناك يعني حركه من هذا النوع، يعني تبادل عقود لاعبين بنظام الإعارة بين الهلال والشباب تحديدا فيما يخص حسن معاذ؟ بأمانة أي مطلب يطلب الكابتن سامي، هو مدرب الفريق، هو من يرى من هو في حاجته من لاعبين. أتصور الإدارة متعاونة بشكل كبير حتى تلبي طلب الكابتن سامي. أي لاعب حيجي أكيد حيكون إضافة بالنسبة لنا. أمر مغادرة أي لاعب بأمانة لم يرد اسم أي لاعب أو مغادرة أي لاعب إلى يومنا هذا. اللاعبين متواجدين معنا ويمثلون الفريق. قادم الأيام إن شاء الله حتوضح لنا إذا كان هناك يعني جلب أي فريق أو مغادرة أي لاعب، ولكن أتصور إلى يومنا هذا لا يوجد أي شيء من هالقبيل. بس أنت ما تنفي موضوع حسن معاذ؟ والله هذا أمر يخص إدارة النادي صراحة بأمانة، ليس تهرب ولكن يخص إدارة النادي. فإلى الآن ما هنالك أي شيء بأمانة أو توصلنا شيء أو في من هالنوع أي شيء. يعني بأمانة قالوا يوسف وقالوا ماجد وقالوا سلطان وقالوا سلمان، بأمان لا يوجد أي شيء من هالأمر هذا. سريعا نايف الدهمش يقول انتقل للاستديو سريعا. موضوع المتصدر انه يلعب قبلكم بيوم وينتصر اللي هو النصر، تلعب المباراة بعده بيوم، يشكل لك ضغط فهد؟ لا المباريات صعوبتها تكمن في مباراتنا اليوم وليس في فوز النصر أو خسارة نصر أو تصدي النادي النصر. حضورنا اليوم هو ما إن شاء الله يعطينا دافع كبير إن احنا إن شاء الله نكون متواجدين في المقدمة. بأمانة لا يوجد هناك أي ضغط. لعبنا فترة سابقة وكسب النصر بعدنا، يعني بأمانة لا يوجد أي ضغط، لكن مباراة اليوم هي مطلبنا فيها الثلاث نقاط اللي نبحث عنها إن شاء الله. أشكرك. شكرا. أشكر بالتأكيد لفهد المفرج تعاونه الدائم.